السلام عليكم، اهلا بكم في مطبخ منى. كل سنه وانتم طيبين باعياد شم النسيم. النهارده هقدم لكم تزيين البيض بشكل جديد خالص. يا رب يعجبكم ان شاء الله، وان عجبكم باذن الله تبعتولي وضروري اسمع رايكم. تمام، يلا بينا نشوف الطريقه الجديده اللي انا عاملاها في تزيين البيض. دي امنه جدا جدا لاولادكم، وممكن تسيبهم براحتهم يعملوا اللي هم عاوزينه. بصوا، شايفين المجموعه الحلوه دي اللي انتوا شايفينها دي منين؟ من الفارماسيلا. تمام، كل البيض اللي انتوا ملونينه ده، اللي انا ملونينه كله ده من الفارماسيلا. الفارماسيلا دي انواع كتير، واحنا طالعين من اعياد وموجوده عندنا بعد بواقي الخبيز. خلاص. طب لو بتتفرجوا بصوا، ادي اهو صنف اهو، لون اهو. دي من الفارماسيلا المدوره. تمام، حلوه وامنه على اطفالك، ما فيهاش صمغ، ما فيهاش اي حاجه مضره ولا الوان مضره. تمام، بالشكل ده. هو في كمان ده اهو من اوراق البقدونس والكزبره. تجيبيها برضو تلصقيها بالماده اللازقه اللي هوريها لكم دلوقتي، وتدوها برضو الاولاد يقعدوا ايه، يطلعوا الورق العريض كده ويعملوها ويلزقوها. تمام. برضو اهي الفارماسيلا برضو بالقلوب والنجوم. تمام. اللي عندي، وممكن استيكرات لو عندكم استيكرات زي كده مثلا جوه من المكتبه ولا حاجه، ممكن تزينوا بيها برضو. بس انا النهارده طريقتي بالفارماسيلا. خلاص. طب بجيب شوكولاته سايحه زي كده، بسيحها في حمام ميه واحطها كده مثلا للاولاد كده اهي. حاجه بسيطه خالص، ماده لزق صحيه وما فيهاش ولا حاجه، شوكولاته. تمام. الماده اللازقه التانيه اللي هي ايه؟ ودقيق. ميه ودقيق برضو امنه جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه. تمام. همسك البيضه بتاعتي كده زي ما انتوا كده شايفين. شوف، واجيب نقطه ونقطه واحده من الشوكولاته بس كده. تمام. واجيب الماده اللازقه بتاعتي، بصوا، وتلصقيها كده. خلاص. وتكرروا العمليه كده بالالوانات اللي انت عاوزينها واولادك بيحبوها زي كده، وهتلزق وكله جنب بعضه. تمام. طب دي شكل. ممكن كمان في الفارماسيلا في ايه برضو تحطيها في الماده اللازقه اللي انا وريتها لكم دي، اللي هي بصوا دقيق بس كده. خلاص. وتنزلوا عليها بايه؟ بالفارماسيل، وتسيبوها تلزق اهي. تمام. ودي الافكار بتاعت النهارده بتاعت البيض معانا. دي فارماسيلا شوكولاته خالص اهي، البني، اللون البني. وهنا كمان الاولاد عملوا الوش الضاحك، بصوا برضو دي بالالوان الخشب عندكم. تمام. تسيبوا الاولاد يعملوا اللي هم عاوزينه. بس انا فكرتي والنهارده حبيت اوريها لكم. تمام. يا رب تكون فكرتي عجبتكم، ومنتظراكم تقولوا لي ايه رايكم. بصوا برضو ده نوع من انواع التزيين برضو. دي حبوب يعني ملبس، بيتباع بره برضو عند المستلزمات الحلوانيه برضو للمخبوزات. برضو استغلوها الاولاد. تمام. وده المجموعه النهارده. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون فكرتنا عجبتكم كده. وادي البيض بتاعنا الملون، ما وريتهولكم دلوقتي. وكل سنه وانتم طيبين، ومنتظراكم، منتظره لايكاتكم واشتراككم في القناه. والسلام عليكم.